اللي بنشوفه قدامنا بوابة نادي الزمالك العريق اللي تم إنشاؤه في 1911، وده لوجو وشعار نادي الزمالك. طب إيه العلاقة ما بين نادي الزمالك وبين الفنان فريد الأطرش؟ الفنان القدير الراحل فريد الأطرش، نادي الزمالك تعرض نادي الزمالك لأزمة مالية في عام 1961، وكان السبب في ذلك إن المليونير عبد اللطيف أبو رجيلة لم يعد يساعد النادي بمليم واحد، ومنذ اتخذ أبو رجيلة قرار لم يفز نادي الزمالك في أي مباراة واحدة، ولولا المساعدة التي قدمها علوي الجزار لما فاز الزمالك على الأهلي سنة 1961. يعني لولا التبرع بتاع علو الجزار الزمالك كان هيبقى عنده موقف صعب سنة 1961. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ لا، اللي حصل كتير جدا، وفي ناس لازم التاريخ يذكرها ويذكرها بكل الخير. طيب اللي حصل بعد كده، عرف الموسيقار الراحل فريد الأطرش بهذا الموضوع وبحال نادي الزمالك، فتأثر ودمع وضرب كف على كف، وهو بيقول: كيف يحدث ذلك في نادي الزمالك وأنا على قيد الحياة؟ قرر الفنان فريد الأطرش إقامة حفلات لصالح نادي الزمالك، وأعلن المذيع فهمي عمر إن فريد الأطرش تبرع بالغناء مجانا في حفلات يتم إقامتها لصالح نادي الزمالك، ونشرت صحيفة النبأ هذه الحفلة، وتبرع الفنان فريد الأطرش بإيرادات الذي تم في وقتها طبعا 5000 جنيه في الوقت ده كان رقم. وشكروا كابتن النادي حنفي بسطان الأطرش باسم القلعة البيضاء، يعني وجهوا له الشكر باسم نادي الزمالك كله، وتم نشر هذا الكلام في جريدة أخبار اليوم يوم 12/2 سنة 1961. شكرا الفنان القدير الراحل فريد الأطرش. طبعا أنا راجل أهلاوي، ولكن الشيء بالشيء يذكر، إن ده تاريخ ولازم التاريخ ياخد حقه. شكرا لكم.